تعرف من إيش مكوّنة، وإذا ما كانت عندك خبرة بالبرمجة ما راح تعرف من إيش مكوّنة هاي. فهذا الدور الأساسي اللي خلينا نقول تلعب البرمجة بالأمن السيبراني أو أمن المعلومات بشكل عام يعني. شديد الساد، لأ سعيد هي الشغلة مو شغلة شديد، لأ مو سعيد، سيد، سيد منتظر. تعرف أنا هاي صار لك ما أدري كم بث تدخل على بالي اسمك سعيد. المهم، شوفوا أخوان هسه أنا بالنسبة للاتصالات، أني بالعكس من ما أجاوب الشخص إلا بموعد، بالعكس هاي تقديرًا إله هو. ليش؟ لأنه الشخص من يكون عنده موعد من راح يتصل فورًا أجاوب، فورًا أجاوب، يعني أكون خلاص لازم التليفون مخليه جنبي وعندي يعني خلاص هاي ساعتين من وقتي، أنا أجاوب اتصالات عندي مواعيد. فهمت؟ شكرًا لك على عيني سي. فأنا من أخلّي من الشخص يتصل بدون موعد، مثلًا أنا كنت نايم اتصل ما جاوبت، قعدت من النوم كان عندي موعد، عندي اجتماع، عندي سفر، عندي شي، فما راح أجاوب تروح يومين 3 ممكن، خصوصًا إذا كان عندي سفر. أنا من أسافر أساسًا خب الشريحة ما راح أجاوب اتصال، ما راح تجيني اتصالات على الشريحة أساسًا لأنه شريحة محلية، تمام؟ فبالنسبة للموعد هاي تقديرًا للشخص يعني. يعني يمكن مو اختراق الأجهزة من خلال البورتات، يعني شوفوا هذا اللي يقول لك اختراق الجهاز من خلال الIP، اختراق الجهاز من خلال البورت، هاي معلومات توصلك لمعلومات ثانية. آآ سيدي الكريم سوف تكون مسابقة تجمع جميع دول العالم في لغات برمجة C++، نحن في انتظارك في الولايات المتحدة، بالتوفيق إن شاء الله. تحسين لؤي جنابي أهلًا وسهلًا. تحسين لؤي جنابي يمكن سامع بيك وأعرفك، إيه عرفتك، حياك الله حبيبي. هل يمكن اختراق الحسابات وأنا بعيد عن صاحب الحساب بدون تدخل منه؟ لأ. أدخل قسم هندسة الأمن السيبراني، شنو رأيك بيه؟ ممتاز إذا طورت مهاراتك. علي مشتاق لك، يا أهلا حبيبي إحنا أكثر. السلام عليكم أستاذ كريم. عليكم السلام، أهلا تحسين، يا أهلا. طيب الحين أنا يوم أقدم على وظيفة بشركة على أساس شهادة الأمن السيبراني، شنو أفضل شيء؟ وقف البث ورجع اشتغل، أنا متحمس يكمل البث حتى أطلع أحضر هذا اللي دا يتصل. المهم، طيب الحين أنا يوم أقدم على وظيفة بشركة على أساس شهادة الأمن السيبراني، شنو أفضل شيء ممكن إني أشتغل بيه أو يعرضوه علي؟ شوف، طبعًا أنت أسئلتك كلش حلوة. آآ كشخص قدم على وظيفة بشهادة الأمن السيبراني، أول شغلة أنت لا تفكر إنه الشركة خلاص طالبة موظف أمن سيبراني حصرًا بكل تفاصيله. يعني مو يعني لا تفكر إنه أنت مثلًا جيت قال لك تعال اشتغل على Red Hat مثلًا، تعال اشتغل على دير أنظمة، تعال دير قواعد بيانات، مو فورًا الشغلة هي. شغلة ثانية شوف ترى بمجال الcyber security أكو شيء اسمه خلينا نقول سرية البيانات، مستحيل يجي أي شخص فورًا يتوظف أو تكون له صلاحية وصول بيانات من نوع secret أو top secret، يعني سرية أو سرية جدًا، ما راح يكون. يعني أقرب لك إياها شوية مثل العسكرية، أنت ما راح تقدر تصير فورًا ضابط، بالبداية جندي بعدين أعلى بعدين أعلى. بس لو كانت الشركة بحاجة أو أنت كنت عندك CV قوي، عندك خبرة قوية وعندك ومسوق لنفسك بشكل صحيح، راح تاخذ منصب كلش حلو فورًا يعني. وشغلة ثانية المقابلة تلعب دور يعني. تنصح الشخص يتخصص ويب إذا أبدع بيه إيه.
عجيب على هالفلاتر. شنو الأشياء اللازمة على مود أدخل أمن سيبراني؟ أساس برمجة وأساس شبكات ودورة تدريبية. أغلب اللي يسألون مو حب المجال بس يريدون يصيرون هكر. والله البارحة نشرت خوش فيديو لهم، يعني ادخل على الحساب شوف آخر ما نشوف. أنصحني أدخل هندسة أمن سيبراني. شوفوا أخوان، خليني أوصل لكم فكرة. مهندس الأمن السيبراني ترى مو لعبة ولا شيء عادي ولا شيء بسيط. تكون أنت روح بالإمارات مثلا تقول أنا مهندس أمن سيبراني، إلك هيبتك، إلك قوتك، يعني حتى الناس تباوى بغير نظرة، مو بنظرة أن يباعون على شخص عادي. هاي شغلة. والشركات بالنسبة لمفهوم بالنسبة للشركات بشكل عام، أو روح كندا مثلا، من يقولون هذا مهندس أمن سيبراني، يعني هذا تباوع عليه مثل ما تباوع على شخص بالحكومة مثلا، مثل ما تباوع على شخص بالبرلمان. إلى هيبته وإلى قوته وإلى منصبه وإلى مكانته. بس يا حبيبي مو المهندس اللي يروح للجامعة ياكل فلافل الصبح، يقعد بالنادي، طب المحاضرة، ضرب له محاضرتين ثلاثة وطلع وهم بس ينجح بالامتحان. مو هذا. وحتى لو انت شايل شهادتك ورحت لكندا او للامارات، بالبداية راح يحترموك، ماكو مشكلة. بس من تجي تقابل مثلا حتى تشتغل، تمام، قاعد قدامك شخص خبير امن معلومات، سألك سؤال انجلش تفر باذانك، راح يقول لك حبيبي شيل السي في مالتك وبايثون اللي جايبها وياك واطلع برا. كنت تتوقع المناهج الجاية من التربية العراقية للإعداديات المهنية بالمرحلة الثانية الخامسة إعدادي؟ والله يا حبيبي يا زيد، مع احترامي للمناهج الجاية ومع احترامي للحكومة العراقية، بس أنا أشوفها تصير للأسوأ. أنا مجرد أشوفهم مثل ما تقول هيك بس يمشون. والله خلاص احنا فتحنا ام سي ثاني، ما مهتمين بالتطور. روح للسعودية هسه، عندي طالبة من السعودية تدرس ماستر ذكاء. عندي طالبة من السعودية هي ماستر ذكاء اصطناعي. والله التدريس اللي يدرسوه انا ابصم لها بالعشره، بس تتخرج من الجامعه رغم هي هي سنتين الماستر، بس تتخرج تدخل سوق العمل فورا. انا متاكد لان يدرسوهم صح، مو مثلنا. شو تنصحني ابلش دورات؟ بلش دورات. دورة من سيبراني شاملة، يعني تشمل لك أكثر من تخصص، تبدأ وياك من تحت الصفر. الله يعطيك العافية، الله يعافيك. شو رأيك بدورة من سيبراني مجاني من موقع سيسكو؟ والله يا حبيبي ما متابعها، ما أعرف عنها شيء. يعني احنا كخريجين ثالث متوسط وفتنا بالقسم شنو مستقبلنا؟ شوف، اذا ما تتعب على نفسك من هسه تدرس اساس برمجه واساس شبكات، تدخل لك دوره تدريبيه مرتبه، ما تعتمد على الحكومه، تعتمد على نفسك تمام. ما راح يكون لك مستقبل صراحه يعني. شوف، شخص مثلي مثلا فتحت شركه ومريت بظروف ماديه خلينا نقول وسديت، الحكومه ما تدعمك. بينما اروح للامارات لا، الحكومه تدعمك. اروح لغير دول الحكومه تدعمك. بالعراق لا تعتمد على الحكومة، بالعراق اعتمد على نفسك، أسس نفسك بالعراق، وإذا حبيت تطلع برا ماكو مشكلة. بس بالعراق أسس نفسك ماكو مشكلة. بس لا تتأمل الحكومة راح تقول لك هاك تعين. وخلينا نقول، خلينا نجامل بعض ونقول تعين ايش قدر راح يكون راتبك؟ 700,000 يعني. 700,000 شنو تريد تسوي لك بحياتك يعني؟ هل تحقيق الجناح الرقمي مطلوب بسوق العمل؟ شركات غيره طبعا مطلوب التحقيق الجنائي. على فكرة التحقيق الجنائي ترى العوائد المادية به من أعلى الفروع بالأمن السيبراني وأعلى المستويات. أنا بعد فترة جايني جهاز من تركيا، جالس أوصل وياي شركة فعندهم جهاز به مشكلة، فريد الدزولية أعتقد، بعد ما أعطيتهم موافقة.